ازاي نحضر بسكوت ناجح وكمان هش وتسوية مظبوطة وشكل جميل شكله ما يتغيرش بعد التسوية وكمان بيكون مرتفع جدا. بسكوت النشادر بسكوت العيد اللي كلنا بنحبه بطعم زمان وكمان طعم النشادر باين فيه زي اللي بتعمله امهاتنا زمان. اول حاجة عندي دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق خاص بالحلويات. مهم جدا نستخدم نوع دقيق فاخر هيفرق معانا في الطعم والنتيجة النهائية. عندي 450 جرام من الزبدة، اي نوع زبدة بتفضلوه، نيوزيلندي او فرد. وعندي 1 كوب من السكر البودرة وكمان 1 معلقة كبيرة 15 جرام من النشادر. وكمان عندي 4 بيض بدرجة حرارة الغرفة. مهم جدا البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة مش بارد من التلاجة. وكمان عندي بيكنج باودر وده الكوب المعياري اللي هبتدي اضيف بيه الدقيق. هبتدي اضيف حوالي 5 كوب من الدقيق اللي متعدد الاستخدامات او دقيق خاص بالحلويات. اول حاجة عندي هبتدي اقطع الزبدة لمكعبات صغيرة وبعد كده وهي باردة هبتدي اهرسها بالاسباتيول علشان هبتدي دلوقتي اخفقها بالمضرب الكهربائي. مهمة جدا الخطوة دي عشان احصل على قوام كريمي وفاتح للزبدة. هخفق بالتدريج على سرعة اقل وبعد كده هبتدي ارفع السرعة بالتدريج مع اضافة 1 كوب من السكر البودرة. كوب من السكر البودرة يعادل 200 جرام من السكر البودرة. هخفق كويس جدا علشان احصل على قوام ناعم جدا وهش لمزيج السكر البودر مع الزبدة علشان احصل على قوام مرتفع جدا ويتضاعف حجمه. مهم جدا من وقت للتاني احوش الجوانب وبعد كده ابتدي احطها في قاعدة الطبق وابتدي اكمل الخفق عشان كله ياخد نفس مستوى الخفق ويكون عندي فاتح ومظبوط. هخفق في مدة لا تقل عن 10 دقايق عشان احصل على القوام الكريمي الهش ده. انا عايزاه نفس قوام الكريمة الشانتيه بالظبط. ده القوام اللي انا محتاجاه بحيث اني لما اخده على المضرب السلك ما يتغيرش شكله وكمان ما ينزلش مني بسهولة. ده القوام، قوام الزبدة مع السكر متماسك جدا وفاتح زي قوام الكريمة بالظبط. بعد كده هبتدي انتقل اضيف البيض. عندي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي اضيفهم بيضة بيضة، ما ينفعش اضيف كمية البيض كلها مرة واحدة علشان كده البسكوت هيتكسر مني وكمان مش هيديني تسوية المظبوطة بعد التسوية. كل ما تختفي البيضة هبتدي اخفق البيضة التانية وهكذا. مهمة جدا اني استخدم البيض بيضة بيضة عشان يديني القوام المظبوط. بعد كده هبتدي اضيف ظرف الفانيلا وهتركهم جانبا. ابتدي دلوقتي احضر المكونات الجافة. ابتدي اضيف 5 كوب من الدقيق الخاص بالحلويات او البسكوت وبعد كده هبتدي اضيف ليهم معلقة كبيرة من النشادر. معلقة كبيرة من النشادر بتعادل 15 جرام من النشادر. انا ما ضفتش لبن في الوصفة دي، الوصفة دي مش هتحتاج اي سوائل. وبعد كده هبتدي اضيف حوالي 5 جرام من البيكنج باودر، يعني يعادل معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبتدي اضيف المكونات الجافة بالتدريج مع الزبدة والسكر علشان يديني قوام هش وكريمي جدا. خلصت كمية الدقيق ابتديت اقلب كويس جدا. ما ينفعش اعجن كتير في البسكوت بالذات لان مش عايزة افعل مادة الجلوتين. ده تب التشكيل بتاع البسكوت. انا هستخدم التب العريض او القمع العريض ده اللي انا هحتاجه في تشكيل البسكوت النهاردة. مش عايزة البسكوت يكون رفيع لان هيتحرق مني اثناء التسوية. فالتب التشكيل ده هيكون مناسب جدا. ده قوام العجينة، عايزاها طرية ولينة بحيث ان لما ادخلها في كيس التزيين تخرج معايا في التشكيل بمنتهى السهولة زي ما احنا ملاحظين. لو لاحظت ان العجينة ناشفة مش بتطلع من التب يبقى ده ناقصها مادة دهنية. هبتدي اضيف معلقة كبيرة من الزبدة وهعجن العجينة مرة تانية. ده شكله قبل ما يدخل الفرن. هيقعد في فرن ساخن على درجة حرارة 170. هيقعد تقريبا حوالي ربع ساعة. هحصل على قوام بسكوت مظبوط جدا مستوي من تحت. انا بحبه لونه ذهبي مش لونه ابيض علشان يديني طعم مظبوط جدا وقرمشة لذيذة للبسكوت. انا عايزاها تكون في قرمشة بحيث ان احنا لما نيجي ناكلها او نقطمها يكون فيها رواشة كده لذيذة للبسكوت. ده طعم البسكوت بتاع زمان، طعم بسكوت النشادر على طريقة امهاتنا. طعمه لذيذ جدا وكمان بمكونات سهلة وسريعة. مش هيحتاج مننا اي وقت في التحضير وجربوه، والمقادير بالتفصيل هكتبها ليكم في اول تعليق مثبت.